معاكم افشل واحده تعمل زبادي. انا كنت عمري ما اتخيل ان الزبادي يطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. وش القشطه شايفين عامل ازاي، والتماسك ما شاء الله يجنن. والسر بسيط، بنغلي كيلو اللبن. بعد ما بيغلي بنسيبه نص ساعه على النار، على نار هاديه قوي. سيبوه يبخر اغلب الميه اللي فيه. حجمه او الكميه مش بتقل زي ما انتم متخيلين، لكن بيبخر الميه اللي بتبوظ الزبادي بعد ما بنعمله. بعد ما بيغلي بسيبه يوصل لدرجة حرارة كده تكون متوسطة تستحملوها. مش بارد بس بيكون دافي، تقدروا تستحملوا تحطوا ايديكم فيه لفترة صغيرة. تمام. بعدين باخد منه كوباية، بضيف عليها معلقة من السكر، معلقة من لبن البودرة وده اختياري، وكمان علبة زبادي من اي نوع تفضلوه، بلدي او شركات او يوناني براحتكم. بعدين بخلطهم مع بعض، وبرجع الخليط دوت على باقي اللبن اللي انا غليته. تمام. وبعدين بحطه في كوبايات او طواجن زي ما انتم حابين. انا ما حطيتوش في مكنه الزبادي عشان كنت بقى حابه اشوف بقى في الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. دفيت الفرن وبعدين طفيته، وده حطيت الصينيه فيه بعد ما حطيت لها ميه مغليه من تحت، وغطيتها ببايركس او بالغطيان بتاعت مكنه الزبادي او بستريتش فويل. المهم لازم يتغطى او بفوطه، وتدخلوه الفرن حوالي، انا قاعد عندي بالظبط 3 4 ساعات وكان خلاص متماسك. طلع زي ما انتوا شفتوه في الاول. حطيته في التلاجة وبرضه غطيته تاني في التلاجة ساعتين، وكان زي ما انتوا شايفين. جربوه بجد مش هتندموا.